ومساء الخير. اليوم إن شاء الله حابة أسوي شيرة على كل كوبين سكر كوب ماء. أنا بستخدم إن شاء الله اليوم 4 أكواب معيارية سكر عليهم كوبين ماء. هنا عندي 4 أكواب سكر، هذا الكوب الأول الماء، والكوب الثاني، والكوب الثاني شوية زعفران اختياري، إذا ما تبون لا تضيفون، إذا تبون قرفة هيل اللي تبون. عندي هنا عصير نص ليمونة، طبعا هذا السر اللي ما يخليها تتبلور معكم وتصير حبيبات سكر، الليمون. عندي هنا عصير نص ليمونة، طبعا هذا السر اللي ما يخليها تتبلور معكم وتصير حبيبات سكر، الليمون. واللي حابب منكهات زي ماء الورد يضيف عاد بكيفكم، لكن أنا ما أحبها بموية الورد. شوية قلبها وحطها على النار 7 دقايق فقط. شغل العداد، ننتظر من تبدأ تغلي، خلاص بدأت تغلي نحسب 7 دقايق. الآن نتركها، أول ما تبدأ تغلي نحسب من غليانها 7 دقايق ونطفيها. شوفوا لسه ما نبدأ نحسب الآن لين كلها تغلي، مو بس الأطراف حتى بالوسط. شوفوا 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 شوفوا. اوكي الآن نبدأ نحسب، نشيل بعد هذه الرغوة، خلاص نبدأ الآن نشغل عداد ونحسب 7 دقايق بالتمام. خلاص الآن باقي دقيقة وأطفي عليها وأتركها تبرد تماما. نتركها تبرد وإن شاء الله أوريكم إياها بعد ما تبرد. الآن راح أصفي الشيرة، تقدرون ما تصفونها، لكن أنا أبي أصفيها من خيوط الزعفران هذه، بإمكانكم أنكم ما تصفونها. شوفوا كيف ترى لسه دافية، قوامها تحسون كأنه خفيف ومو خفيف، ممتاز. إذا بردت مرة بتشوفون القوام وتتصدمون صراحة، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا اللون ما شاء الله. هنا بحتفظ فيها وإن شاء الله بإذن الله إني بوريكم إياها بعدين في رمضان بإذن الله. طبعا أنا كميات ما استخدم شيرة كثير، قليل جدا. وهذه الشيرة تبارك الرحمن، إذا ما تبونها صفرة كذا لا تضيفون زعفران، شيء راجع لكم. المنكهات المطيبات كلها لكم أنتم، تقدرون تخلونها سادة بدون زعفران بدون أي شيء. هذه بحتفظ بها بالدولاب، وهذه الآن بشتغل فيها، وإذا بقى رجعت حطيتها بعلبة برضو بالدولاب، لسه دافية الآن ما بردت.